سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم خيرت معكم هاد الكسرة المحشية، أكلة صيفية بامتياز. تجي رائعة. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. أول خطوة راح نحضر الحشو نتاعي. في الأول حطيت البصل والثوم مقطعين قطع صغيرة في شوية زيت، وخليتهم يتقلاو حتى يدبالوا. من بعد رحت ضفت هنايا الفلفل الترشي اللي كنت قطعته الى قطع صغيره كما تلاحظوا هنا. نخلي هذاك الفلفل يطلق الماء نتاعو، ومن بعد نروح نضيف حبه كبيره نتاع الطماطم اللي كنت قطعتها الى قطع صغيره. دونك نخلط هاد المكونات كامل مع بعض، نضيف الملح ونخليهم حتى يدبالوا لي مليح. ومن بعد هنايا في الاخير حطيت نصف ملعقه نتاع طماطم مصبره. هنا انا حبيتها تكون حمراء، يعني تزيد في الذوق صراحه. ومن بعد نخليها حتى تنشف لي تماما، وهذيك الطماطم تروح للقروصيه نتاعها، يعني نخليها حوالي نصف ساعه. واذا احتاجت اني نزيد لها الماء نزيد لها، نغطي عليها ونخليها حتى تنشف. هنايا بعد ما نشفت لي من الماء هذاك اللي كان فيها، دونك نحطها في ان ريسيبيون ونخليها حتى تبرد لي مليح. من جهه خلاف نحضر العجينه نتاعي. دونك هنايا عندي 500 غرام تاع سميد يكون الرطب، من الاحسن يكون الرطب. وإلا ما عندكش متوفر دونك نقصي شويه سميد وعوضو بالفرينه. دونك حطيت الزيت بسستها يعني عادي. هنا ابوبري حطيت 5 كويار نتاع الزيت عادي، زيت المائده. حطيت ملعقه نتاع ديسير نتاع الخميره والملح، ملحتها عادي. ونبدا نلم فيها بالماء دافي. يعني وصفة يعني صيفية، أكلة صيفية بسيطة، مقاديرها بسيطة، يعني متوفرة في كل بيت. هكا نبدلو شوية من الروتين تاعنا تاع الماكلة. دونك نلم هذيك العجينة نتاعي، من الأحسن ما نجريهاش وما نديرهاش عاصية. بعد ما تلمت لي العجينة دونك هنايا نعجنها حوالي 3 دقائق حتى 4 دقائق. دونك هنايا العجينة ما لازمش نجريوها، باش من بعد نقدروا نتحكموا فيها في الطياب وما تعبناش. الكمية هذه راح دير لي 2 خبزات. تعمدت هنايا نخلي لكم المقطع كامل تاع العجين. نقسم دركا هذا العجينة لربع، يعني 4 بول ندير منها. ندير 2 بول يكونوا شوية صغار و 2 بول يكونوا كبار. نغطيهم هنايا ونخليهم يرتاحوا لي ومن بعد نرجع لكم. هنايا حضرت اللصقة اللي راح نلصق بيها. دونك حطيت شوية فرينة وجريتها بشوية ماء. هنا الماء نحطوه بشوية برك باش ما تغلبناش. هذا هو القوام اللي حبيت نتحصل عليه. ودركا بعد ما ارتاحت لي العجينه نتاعي، هنا نبدا ندير معاكم في الخبزه الاولى. دونك نجيب اون بول نطرحها، يعني لا بول الكبيره نحطها من تحت، والصغيره هي اللي راح نحطها من فوق. دونك نطرحها رقيقه بهذا الشكل. هنايا نزيد نجيب لا بول الصغيره ونزيد نطرحها. لا بول الاولى طرحتها وحطيتها بجهه، دركا نزيد نطرح لا بول الثانيه نطرحها رقيقه، وراح تجيني في الدورة نتاعها صغيرة على الأولى. وهنايا نبدا نحط في الحشو نتاعي. هنا لازم يكون الحشو نتاعي بارد، ونحاول اني كي نحطو ما نوصلوش للاطراف، يعني نخلي واحد 2 سنتيمتر باش من بعد كي نقفلها ما تعذبنيش.
و en même temps باش الحشو نتاعي ما يخرجليش في الطياب. نحط فوق الحشو هذاك القرصة اللي جاتني صغيرة ونحط لها الغراء نتاعنا الغذائي اللي درناه بالفرينة والماء، ومن بعد نقفل عليها بهذه الطريقة. نحاول هنايا كي نقفل عليها ما نضغطش بزاف باش ما يخرجليش الحشو. الطاجين تاعي كنت سخنته، يعني نسخنوه نوجدوه كيما نطيبو الكسرة عادي، ومن بعد نهزها ونديها كي نحطها في الطاجين نثقبها بالفرشيطة باش ما تتنفخليش، ونحمرها من لي دو كوتي. كي نقلبها هنايا نتكى على الاطراف نتاعها بهذه الطريقه باش يطيبوا لي وما يجيونيش معجنين. وهذه هي الخبزه نتاعنا واجده. هنا راح نقسمها معاكم باش تشوفوها من داخل كيفاه جات. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى.